وبرضه كان الاهلي ضيع اكتر من ضربه جزاء، ضربتين، وكان في ضربه الكوفي لو جابها كان الزمالك فاز بالبطوله وطلعت بره، والاهلي برضه فاز بالبطوله. تالت حاجه كان مباراه السوبر اللي كانت في الامارات واللي ضيعها كهربا. كان الزمالك فايز واحد، كان عمر جابر، وكهربا برضه ضيع ضربه الجزاء وخسر برضه، يعتبر مباراه الثالثه باسم مرسي. فاحنا يا جماعه مش عايزين نذبح باسم. باسم برضه مهما كان ده نجم مصر، كابتن مصر، كابتن نادي الزمالك. قبلك ضايع كتير، وما فيش اي يعني، انا مش شايفش ان احنا نقول ان باسم خلاص شطب، باسم مش عارف ايه. لا، باسم لاعب محترم، وباسم لاعب على قدر كبير من المهاره والفنيات واللياقه، ولازم ياخد ثقه في نفسه تاني ويرجع باسم نجم الشباك ونجم نادي الزمالك ونجم مصر. فطبعا كابتن باسم احنا مش عايزين نذبح في الكابتن باسم، لا. باسم لازم نديله الفرصه مره واثنين وثلاثه واربعه، وان شاء الله نتمنى ان هو يرجع احسن من الاول كمان. بالنسبه برضه للكابتن علي جبر، علي جبر ده طبعا ده وزير الدفاع يا جماعه، واحنا بنتمنى له التوفيق في اللي جاي، ونتمنى له ان هو يبقى طبعا يرجع زي الاول، ومنتخب مصر في انتظاره جنب الكابتن احمد حجازي، وتبقى ان شاء الله باذن الله الامور افضل من كده بكتير. ومش عايزين برضه نقعد نحمل لعيبه الزمالك اكتر من طاقتها، لا. اللعيبه دي نديها فرصتها مره واثنين وترجع تاني وتقف على رجليها، واحنا زي ما من جماهير الاهلي بتقف مع لعيبتها، لازم جمهور الزمالك يقف مع لعيبه نادي الزمالك. وبالنسبه برضو الكابتن احمد الشناوي، كابتن احمد الشناوي يا جماعه ده يعني بصراحه سابق جيله. ده حارس فعلا، يعتبر حارس مصر الاول. فاحنا مش عايزين نذبح في احمد الشناوي. احمد الشناوي ده فعلا يعني انا شايفه ان يعني الحارس ده يا انقذ الزمالك، ويا وقف معاه في مواقف كان الزمالك ما كانش فيه غير احمد الشناوي. جماهير الاهلي لما بيحصل حاجه مع الكابتن شريف او اي حد او اي حارس مرمى عندهم، ما بيعملوش فيه اللي انتوا بتعملوه في احمد الشناوي ده. لا، يمشي شطب خلاص كفايه، لا. لازم نقف مع اللعيبه دي، ولازم نساندها، وبنتمنى التوفيق طبعا. واحنا طبعا الايام اللي جايه طبعا احنا عندنا طبعا كاس عالم، وعندنا لازم يبقى في عندنا حراس مرمى، لازم نقف جنب شريف اكرام ونقف جنب احمد الشناوي وكابتن عصام الحضري، ويبقى كله طبعا منتخب واحد، واللعيبه طبعا يبقى كلهم قلبهم على بعض، والجمهور كله يبقى مساند لحراس المرمى، اللي احنا فعلا عندنا في حاجه يعني المركز الوحيد في منتخب مصر اللي هو عايز فعلا شغل هو حراس المرمى.